حاسه ان انا محتاجه المشروب ده. ليمونتين حلوين امامير نعصرهم. I'm a big fan of فيتامين سي، يعني احبه قوي، يعني له معزه كبيره في قلبي فيتامين سي ده. نحط ايه؟ نعصر ليمون وعسل وجنزبيل وكركم وفلفل اسود، ونغطيه نكبس عليه كده ونشربه بعد 6 دقايق ونص. هنعصر الليمون المجنون كويس جدا، وبعدين احط معلقتين من العسل اللي هو كويس نوعه حلو، ونحط رشة فلفل اسود، ونجيب جنزبيل وكركم، ده كركم فريش، وهنبشره كويس جدا. هنبشر ده شكل الكركم من جوه لونه اورنج كده او اصفر، طبعا ده حلو قوي لاي التهابات في الجسم، ده مضاد حيوي قوي جدا للجسم. والجنزبيل اكيد. عموما الكركم بيشتغل مع الفلفل الاسود، لو حد هيحط كركم يستخدم فلفل اسود، ولو ما عنديش كركم كركم وجنزبيل فريش هحط باودر عادي جدا. ده طلعت الخلطة العجيبة الغريبة المريبة: عسل، ليمون، جنزبيل، كركم، نحط عليهم مية سخنة، وبعدين نغطيهم كده يتفاعلوا مع بعض كده عشان ينزلوا المادة الفعالة في كل مادة فيهم. بس انا هنا قلت ان انا هحطهم بقى مدة اكتر من 6 دقايق كده، محتاجين ربع ساعة مثلا او تلت ساعة يكونوا متغطيين عشان ينزلوا كل الحاجات الكويسة اللي فيهم، بعدين يتصفوا ويتشرب. وده شكل مشروب السلامة قبل ما نغطيه. قلبه كويس جدا، قلب 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 قلب، نجيب اي طبق حط عليه نغطيه او اي حاجة. مصفتنا الجميلة بعد نص ساعة هنصفي المشروب من كل الحاجات اللي احنا بشرناها جوه، بعد ما اخدنا كل المادة الفعالة والحاجات المفيدة اللي فيها. مشروبي الخارق للطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. سنظل أقوياء. يستحق.